أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير وفرح وسرور. هذا طبق التبولي لليوم، عملته بأبسط طريقة وأسهل طريقة. ولا إشي، بتجيبوا كاسة، يعني مش كاسة شاي، كاسة أكبر، كاسة مي. عبوها برغل، برغل ناعم طبعا مثل هيك، شايفينه كيف برغل ناعم. وحطوا عليها شوي، أول إشي اغسلوها لكاسة البرغل، وبعدين حطوا عليها شوية مي، انقعوها بشوية مي، والباقي عصرة ليمون عشان ما تجمع مي كتير، والباقي اعصروا عليها عصرة ليمون. مثل ما بحكي لكم اتبعوا الخطوات بالضبط، تطلع بتشهي القلب. وبعدين حطوا عليها ضمتين بقدونس، أنا حطيت على هذا المقدار ضمتين بقدونس وضمة نعناع فرم ناعم كتير، وحطيت عليهم حبة فليفلة وأربع حبات بندورة حطيت عليهم، وتلت ارباع كاسة شاي زيت بلدي، وحطيت عليهم معلقة من الملح، معلقة ونص من الملح صغيرة، وحطيت عليهم كمان عصرة ليمونة، يعني صار عصرة ليمونتين عليهم بالضبط، فقط لا غير، مش أكتر ولا أقل. وحطيت عليهم حبة خيارة. هلأ الخيار اختياري، في ناس بحب يحط، في ناس ما بحب يحط. أنا حطيت عليهم حبة خيار مش أكتر، يعني مش كتير. بحب يكون فيها هيك خضرة وفيها طراوة، يعني ما بحبها تكون ناشفة. والبرغل زي ما انتم بتشوفوا فيها ظاهر شوي، مش قليل كتير يعني، وهكذا. وحبة بصل كبيرة فرمتها ناعم كتير. والسر في البصل إنه حطوا عليه نتفة فلفل أسود وشوية ملح وافركوه أحبتي، بدبل، ما بطلع بقرط كتير بالتم، يعني بطلع مخفي بس كتير نكهة طيبة وبشهي القلب وباخذ العقل، كتير كتير زاكية. وهيك المقادير بتطلع ولا أشهى، كتير جدا هيك بتطلع المقادير طيبة كتير كتير. وكلوها بالهناء والشفاء. قوموا اعملوا. هلأ هاي الأشياء كتير مفيدة وكتير صحية وبتعطي فيتامينات، كلياتها فيتامين بالشتاء، وصحة وعافية بجنب الأكل لحالها، عصرية مغربية مثل ما بدكم كلوها، كتير طيبة وبالهنا والشفاء. وادعوا لي ولا تنسوني من الاشتراك والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.